سلمت محكمة الاستئناف ملف قضية اللاعب رمضان صبحي بتهمة التزوير في أداء الامتحانات داخل أحد معاهد السياحة والفنادق لتحديد جلسة لنظر أولى جلسات محاكمة رمضان صبحي ومتهمين آخرين. وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية في وقت سابق رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز وثلاثة متهمين آخرين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس. وقررت النيابة إخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بكفالة مالية 100,000 جنيه في اتهامه بالتزوير. ضبط شخص يؤدى الامتحان بدلا من رمضان صبحي. تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس. وخلال الاستماع لأقوال المتهم، اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه. وقال مقدم البلاغ إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب خلال مراجعة تحقيق الشخصية، ما دفع الإدارة للتحفظ عليه وتحرير محضر بالواقعة.